باحاول إن أنا أبعد عنها بأي طريقة، بس ما أعرفش في اللحظة دي إيه اللي حصل لي، وقفت واتسمرت وأنا شايفها قدامي، وهي كمان حست إن أنا ممكن أكون ضعيف قدامها. مع مرات أبويا قصة أنا مش عارفة أبتديها إزاي. أبويا بصراحة غلط في حقي أو في حق نفسه لما اتجوز واحدة أصغر منه. إحنا عايشين في منطقة راقية جدا، والمنطقة دي يعني إحنا مش أغنياء ولا حاجة، بس بحكم شغل أبويا، لأن أبويا كان بواب في المنطقة دي، وإحنا تلاتة. أنا الوحيد وليا اخوات بنتين صغيرين أصغر مني. أمي كانت تعبانة طول عمرها، ودايما ما بتقدرش تعمل مجهود كبير لحد ما توفت. أبويا كان حزين جدا عليها، وما كانش متخيل إن اليوم هيعدي عادي من غيرها، وما كانش متخيل أبدا إزاي هنقدر نتربى من غير أمي، لأن هي اللي كانت بتراعينا. أبويا كان دايما بيقضي طلباته وطلبات السكان، وانتم عارفين بقى البوابين بتبقى مشاويرهم كتيرة جدا. أبويا حزن جدا عليها وما كانش متخيل العيشة من غيرها، وكان دايما يقول أنا حاسس إن أنا ورايا هم، أنا ما أقدرش أعيش من غير أمكم يوم ما يهدى. والأيام تعدي، والأزمة اللي احنا كنا فيها يعني الحمد لله بدأت تفك شوية بشوية، وبدأ أبويا يتغير وبدأ يتعصب علينا كتير، وبدأ يقول إمتى أجوزكم واستريح منكم. كلامه اتغير معانا. اقول له ازاي اخواتي صغيرين تجوزهم ايه، دول لسه صغيرين. قال لي مالكش دعوه انت، احنا عندنا في البلد بنجوزهم في السن ده. وفعلا ابويا فضل ورا اخواتي لحد ما جوزهم وصفرهم في البلد، مع ان هم لسه صغيرين ومكملوش تعليمهم. انا كنت زعلان جدا من ابويا، وما اعرفش ليه اتصرف بالطريقه دي، لحد ما عرفت هو اتصرف كده ليه. ابويا كان عاوز يخلص منهم عشان يفضي مكان للعروسه الجديده. ايوه كان عاوز يتجوز، وفاجئني بالموضوع ده. طبعا انا ما اقدرش اقول اه ولا اقدر اقول لا، انا كل اللي انا عليا ان انا اسمع وبس. وفعلا لقيته جايب واحده في سن اخواتي صغيره جدا. بقيت مستغرب ابويا في السن دوت ازاي ترضى واحده انها تتجوزه. جابها تعيش معانا في البيت. احنا عايشين في اوضتين يعني يا دوبك بنتحرك فيهم بالعافيه. عشان كده ابويا كان عاوز يخلص من اخواتي البنات ويتجوزهم عشان يفضي مكان لعروسته الجديده، وفعلا اتجوزها. وبقيت مستغرب جدا ان ابويا يتجوز واحده من سن ولاده الصغيرين. وانا في اليوم دوت رحت بات عند واحد صاحبي، قلت يعني اسيبهم الليله دي يتهنى فيها مع عروسته وياخد راحته. ورجعت تاني يوم البيت والحياه ماشيه. ابويا كالعاده مشاويره كتير وبيقضي المشاوير والطلبات بتاعه الناس، وانا قاعد في مذاكرتي. اخدنا على بعض شويه شويه، وهي بقت يعني تاخد عليا وتكلمني وتتكلم على ظروفها وقد ايه ان ابوها غصب عليها تتجوز ابويا. نفس اللي حصل مع اخواتي البنات بالظبط. اخدنا على بعض جدا، وكانت بتعمل لي اكل عشان انا كنت بذاكر في الجامعه، وبدات تاخد بالها مني قوي. حسيت ان احنا خدنا على بعض، وهي كانت دايما تقول لي انا خدت عليك اكتر ما انا واخده على ابوك، ابوك كبير عليا. ودايما بحس يعني ان هي زي ابويا ده، ان هو مش جوزها. بدأت ناخد على بعض، وحسيت ان هي قريبة مني جدا طبعا كأي انسان وشاب طبيعي جدا هتقرب ليها. وكل ما اجي اتقرب ليها غصب عني طبعا مش بإرادتي، لان احنا زي ما قلت لكم عايشين في بيت وفيه اوضتين صغيرين. وكان دايما صوتهم او صوت ابويا معاها كان دايما بيبقى طالع بالليل، وانا ما كنتش عارف اعمل ايه في الصوت. وده كان بيتعبني جدا وبيضايقني، لان انا كنت بسمع كل يوم حاجه زي كده. اتقربت منها جدا، بس كنت دايما ارجع واقول لا، دي مرات ابويا، ما ينفعش اعمل كده في ابويا. كل ما احس ان انا بدات اضعف كنت بسيب البيت وبنزل، وساعات كنت بروح ابات عند حد من صحابي. وكان ابويا يستغرب قوي، كان بيقول لي انت بتسيب البيت وبتروح فين؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ طب هي لو زعلتك قول وانا هاخد لك حقك. كنت اقول له لا، مفيش حد مزعلني. كان يقول لي خلاص ما عدتش تبقى بره البيت تاني، وهو مش فاهم انا بخرج واضيع نفسي بعيدة عنها ليه. بحاول ابعد قدر الامكان عن اللحظة اللي انا ببقى فيها انا وهي لوحدنا، وبرجع تاني لبيتي والجامعة، وهو كالعادة بره وهي جوه في البيت. بتشوف طلباتي عصير وشاي والاكل، وتقعد معايا برضه، وتيجي نفس اللحظة. بس في اللحظة دي حصل تلامس ما بيني وما بينها، بس انا رجعت نفسي ورحت قايم بسرعة ورحت خارج. ما هو انا مش هقدر اعمل حاجة زي كده عشان ابويا. وفي مرة وانا راجع حران وهلكان، وسمعتها وهي في الحمام بتستحمى وتاخد الشاور بتاعها،
وغصب عني مش عارف ازاي عملت كده واتجرأت بالطريقة دي، فتحت عليها باب الحمام وشفتها وهي من غير هدوم خالص. وقفت اتسمرت زي اي شاب، وانا اصلا بحاول ان انا ابعد عنها باي طريقة، بس معرفش في اللحظة دي ايه اللي حصل لي. وقفت اتسمرت وانا شايفها قدامي، وهي كمان حست ان هي ضعيفة قدامي ولسه بتاخد اول خطوة ناحيتي. لقيت نفسي برجع تاني، واقفين احنا الاتنين قدام بعض ومش عارفين نعمل ايه. ولقيت نفسي رحت قافل باب الحمام وجريت على الشارع واقول لا لا، لا يمكن يحصل حاجة زي كده، برغم ان هي كانت قدامي ومستسلمة وضعيفة. لان احنا الاتنين من سن بعض واخدنا على بعض لدرجة كبيرة جدا، لدرجة ان ممكن يحصل ما بيني وما بينها الموضوع ده بكل سهولة، وهي مش هتتعارض ولا تتكلم. بس انا قلت لا، لا يمكن اعمل كده في ابويا ابدا، مع كل اللي عمله مع اخواتي وانا متضايق منه. بس انا قلت لا، لا يمكن اعمل كده حاجة زي كده. ولميت هدومي في اللحظة دي واخدت شنطتي ومشيت ورحت عند صاحبي، وقعدت ادور على شغل عشان اشتغله. لقيت شغلانة كده في محل ونزلت اشتغل، وبدأت اضيع كل حاجة وحشة من دماغي، واطلع كل حاجة في دماغي من ناحية مرات ابويا. وفي يوم من الايام لقيت ابويا واقف قدامي بيعاتبني بيزعق لي ازاي ان انا اسيب البيت من غير ما اقوله، وسبت البيت ليه وعشان ايه، وعاوز يعرف مين اللي مزعلني، وحالف ان انا لازم ارجع البيت لان البيت ده بتاعي وان انا لازم ابقى جنب ابويا. انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، وغصب عني كشاب يعني مش عارف. ودي صغيرة وقدامي ليل ونهار، واحنا الاتنين وصلنا لمرحلة ما ينفعش نقعد فيها مع بعض ابدا. بس انا مش عارفة اهرب منه، ولا عارفة اقول له مش عاوزة اجي البيت ليه. ما ينفعش، ما ينفعش اقول له اي حاجة زي كده. قولوا لي اعمل ايه والحل ايه في المشكلة اللي انا فيها.